الثانية اللي راح نبدأ بها هي إنشاء سيرتي الذاتية. مثل ما موجود هنا على هذول الأيقونات: البحث عن وظيفة، لغة التحكم، البحث المتقدم، إنشاء سيرتي، ومسار التطور المهني. هسه إحنا أول خطوة سويناها اللي هي التسجيل على موقع فرص. ثاني خطوة اللي هي إنشاء السيرة الذاتية. نضغط على إنشاء السيرة الذاتية. نختار أول وحدة هي محرر السيرة الذاتية. هاي هي إنه هذا هو الحساب مالتي على موقع فرص. إنما أما هاي إنه بس حساب باسمي. اللقب الوظيفي للوظيفة المرغوبة. هنا ندخل المعلومات على هذا الأساس إنه ما هي الوظيفة المستقبلية اللي نرغب نحن في عملها. كنكتب HR call center حسب الرغبة، إنه حضرتك حابب تشتغل أي شغلة ثانية اللي هي sales accountant، أي شغلة تقدرون تكتبوها هنا. المنطقة الوظيفية المرغوبة فيها. حضرتك أنا مثلا أنت قاعد ببغداد، بس ما عندك مانع تشتغل بعراق إنه بأربيل، تقدر تكتب عراق أربيل. تضيف بعد من هنا إضافة آخر إنه عراق بغداد. ما عندي مانع إنه أشتغل إذا كان بأربيل أو إذا كان بغداد، حسب الرغبة. إنه حضرتك ما عندك أي مانع تشتغل بأي مكان. الهدف المهني نكتب فد خط خطين، لا يزيد عن خط أو خطين، إنه نكتب إنه نوصل الفكرة إنه إحنا شنو وشنو نريد نشتغل للشركة اللي مرادة إرسال الCV أو السيرة الذاتية لهم. كمثلا أنا كشخص لدي شهادة ماستر وخبرة أكثر من عامين كمساعدة التنمية البشرية اللي هي HR Assistant، وأسعى لاستغلال خبراتي وتخصصي المهنية في شركتكم. المرغوب إنه حسب حضرتك أنت وين حابب تشتغل بأي قطاع. أني عن نفسي اتصالات، أقدر أضيف صنف آخر من القطاع المرغوب فيه وهي الإدارة. النوع التوظيف من هنا تختار إنه إحنا نعتبر كريجولر. الحالة الوظيفية هنا أنت حاب ترغب بدوام جزئي أو دوام كامل. أكيد دوام كامل. المستوى المهني من هنا نختار إحنا مستوانا المهني. ومثل ما تشوف هنا يعطيك فد ملاحظة: إذا كنت لم تحصل على شهادة التعليم العليا بعد فلا بد من أنك تبحث عن فرص للتدريب، وإذا كنت متخرجا حديثا فلا بد أنك مهتم بوظائف للمبتدئين، وبعد عدة سنوات من الخبرة المهنية قد تكون عن تبدأ بالبحث عن الوظائف متوسطة الخبرة. مثل ما نشوف هنا إذا مثل ما يقول إنه إذا إحنا على التعليم عالي، أما إذا كان عندك عدة سنوات من الخبرة فكون متوسط الخبرة. نختار متوسط الخبرة. راح نختار واحد منها إنه إحنا أكيد راح مثلا على ما ندور على وظيفة ونسوي مقابلات ونتوظف راح تحتاج لنا أكيد 3 شهور أو أقل. مثلا last month salary per full-time month of employment. إنه الوظيفة السابقة كم كنت تاخذ الراتب الشهري مالتك، يعني الراتب الشهري للوظيفة السابقة كم كان؟ اللي هو كان أكيد $700. expected salary إنه last month salary per full-time month of employment، إنه هذا تكتب آخر وظيفة كم كان راتبك الشهري في آخر وظيفة لك. أما expected salary اللي هنا expected salary إنه إيش قد تتوقع يكون راتبك في الوظيفة الجديدة. تختار، فأكيد أختار من 500 إلى 10,000. بعد ما كملنا هاي الخطوة الأولى اللي هي مجرد الوظيفة المرغوبة بها اللي كتبناها، اللقب الوظيفي HR call center officer. تقدرون أيضا أنتم حسب الوظائف اللي أنتم ترغبون بالعمل بها تضيفوها هنا. عندك المنطقة الوظيفية المرغوبة، وين تريدون تشتغلون تكتبون حابين. المهني مثل ما قلنا الهدف المهني، القطاع المرغوب فيه، نوع التوظيف، الحالة الوظيفية، المستوى المهني، قدرة الإشعار أو فترة الإشعار،
والرواتب الشهري آخر وظيفة وتوقع الراتب الشهري للوظيفة الجديدة. بعد ما كملنا هذا نضغط على احفظ حتى تنحفظ المعلومات. هسه كلها انحفظت، راح يظهر هيجي بهذا الشكل. نجي على المعلومات الشخصية. المعلومات الشخصية نضغط على تعديل. إذا حابين نضيف أي شي ثاني، عندك الاسم، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، الجنس، الجنسية، جنسيات أخرى إذا أنت عندك غير جنسيات تقدر تضيفها من هنا. أما حالة التأشير إن أنت مواطن تعتبر. الحالة الاجتماعية إذا كنت أعزب أو متزوج من هنا تختار. عدد المعايير يعني إذا كان عندك أطفال كم عدد الأطفال اللي إنه تهتم بيهم. اختر الدولة التي لديك بها رخصة قيادة سارية المفعول إذا وجدت. رخصة السياقة الصادرة من، إذا كان لديك رخصة سياقة تكتب هنا إنه من أي بلد تم أخذ الرخصة السياقة، إذا كانت من العراق أو أي دولة أخرى. احفظ التعديلات. هسه صار إنه ال professional information والمعلومات إنه الشخصية همين خلصت. هسه نجي على الخبرة. الخبرة نضيف حتى نعدل منها. هل لديك خبرة مهنية؟ نعم. وإذا ما عندك خبرة تكتب لا. تاريخ البدء العمل، هذول اللي عليهم أحمر إنه هذول لازم مطلوب من عندك المعلومات ولازم تمليها. من هنا تاريخ بدء العمل، أي سنة بديت العمل؟ أول سنة. يا شهر، الشهر هم تكتب شهر 12 سنة 2016. شو وقت تركت أول شغل إلك؟ إنه هاي مثلا أول وظيفة حصلت عليها السنة هالقد تكتبها مع أي وظيفة إنه مثلا بديت بيها تكتب السنة وكذلك الشهر، بداية العمل وتاريخ كذلك ترك العمل. نعم. الموقع في أي مكان كنت تشتغل؟ أكيد العراق. مدينة. تمام. فإذا لديك خبرة مهنية؟ نعم. تاريخ البدء العمل السنة والشهر، ترك العمل أيضا السنة والشهر مطلوبين. موقع العمل يكون الموقع أكيد بالعراق. المدينة تختار بغداد، أربيل، بصرة، نجف، أي محافظة. العنوان اسم الشركة. هنا دائما لما نضغط على أي شيء يعطيك الملاحظة هنا كي تبدو شخصا مهنيا استخدم الاسم الرمزي لشركتك. فأني أي شركة مثلا الشركة اللي كنت أشتغل بها سابقا، اسم الشركة نكتبها هنا أي اسم. تكتب اسم الشركة وهذا الشيء مطلوب. إذا اسم الشركة السابقة اللي كنت تشتغل بيها تكتب اسم الشركة هنا، وبما إنه هو مؤشر عليك بالنجمة الحمراء معناه إنه هذا الشيء مطلوب. قطاع الشركة إنه الشركة تشتغل بأي قطاع، بأي نوع من أنواع القطاعات الشركة. إذا الدور الوظيفي إنه شنو كانت وظيفتك في هذه الشركة. من هنا عندك تطلع لك الاختيارات تختار من عندها إنه حسب الوظيفة اللي حضرتك كنت تشتغلها هناك. عندك مسمى المنصب في الشركة إنه حضرتك أنت شنو المسمى مالتك موجود، تكتبه هنا call center officer. وصف العمل هنا تكتب إنه ما هي وصف العمل، إنه كل
شيء كنت تشتغله، نكتب كل المهامات الوظيفية اللي كنا نعملها، إن خلصنا الخبرة مالتنا، كتبنا الخبرة، هنا نحفظ المعلومات. خلصت المعلومات تظهر على هذا الشكل. وإذا في حال نسينا أي شي وردنا نضيف أي شي نقدر نكتب له edit اللي هو تعديل أو إضافة. التعليم هسه راح نجي على التعليم إضافة، هنا راح نملي المعلومات التعليمية. خلصنا الخبرة، إذا في حال ردنا نضيف أي شي نقدر نسوي من هنا تعديل أو نضغط على هنا إضافة أو نحذف أي شي نقدر نعدله. نجي على التعليم، المؤسسة التعليمية اسم المدرسة أو الجامعة أو المؤسسة التعليمية التي حصلت عليها شهادة منها، مكتوب هنا لكم المعلومات كملاحظة دائما تطلع لكم. فهنا نكتب اسم الجامعة أو اسم المدرسة، نكتب خريجي. تمام، مثل ما قلنا اسم الجامعة، هنا المؤسسة التعليمية اسم الجامعة واسم المدرسة. الدولة وين نكمل؟ العراق. العراق. إذا في حال إذا كنت أنت مكمل بغير دولة تختار أي دولة ثانية. المدينة، بغداد. الشهادة، هنا الشهادة عندكم إذا حصل على الثانوية العامة وما يعدلها، دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عام، ماستر، دكتوراه. حصل على ماستر. التخصص تقدر تكتب أنت إنه متخصص بشنو في الماستر. عندك المعدل، هنا المعدل مثلا هنا إذا المعدل تكتب المعدل هنا أول شي تختار إذا حسب إنه نظام المدرسة ونظام الجامعة، تكتب هنا حسب النظام مالتهم. هنا تكتب المعدل مالتك. المعدل إذا كنت مخلص الإعدادية وما داخل الكلية معدل السادس إعدادي تكتب، أما إذا كنت خريج كلية تكتب معدل الكلية مالتك. تاريخ الانتهاء إنه أي سنة تخرجت، وشهر التخرج. هنا الوصف إذا حاب تكتب تقوم بتوضيح أي معلومة أو أي شي كنت تريد توضح أو توصف بالكلية شنو مسوي. عندك activities اللي هي النشاطات. هنا همين خلصنا نحفظ المعلومات، راح تطلع لنا المعلومات التعليمية مالتنا هكذا. إذا قدرنا نضيف أي شي أيضا نقدر نضيفه، وإذا نريد نحذف أو نعدل من شي أكيد من هنا. هسه عندك المهارات. المهارات من هنا إضافة مهارات، إحنا كإضافة مهارات عندنا عدة مهارات نضيفها. هسه كإضافة أول إضافة مهارات قول مايكروسوفت اس. كمبيوتر سكيلز نحدد نقول مايكروسوفت أوفيس. حددنا هنا. هسه نجي على الخبرة، إنه مثلا مايكروسوفت أوفيس الخبرة مالتي المستوى مالتي شقد، نقول متوسط. عدد السنوات الخبرة صار لي كم سنة مستخدمتها، مثلا أقل من 5 سنوات. أما آخر ممارسة إلي أكيد إحنا نستخدمها فأكيد شهر أو أقل. هكذا نخلص من المهارات مثل ما هو واضح. قم بحفظ المعلومات مثل ما هو واضح. هنا راح يبين لنا إنه إحنا عندنا مهارات مايكروسوفت أوفيس، وراح يبين لنا المستوى والخبرة يكون واضح. نريد نضيف راح نضيف خبرة أخرى أو مهارة أخرى، ومنها نعدل ومنها نحذف. هسه نجي على اللغات، نضيف اللغات.
اللغة لغة الأم، اللغة العربية. أكيد متمرس، سنوات أكثر من 10 سنوات، وآخر ممارسة أكيد شهر أو أقل. نحفظ المعلومة، مثلا أنا أعرف لغة ثانية اللي هي اللغة الإنجليزية، أقدر أرجع أضيف اللغة الإنجليزية. شوف المستوى مالتي متوسط، عندي خبرة أقل تكون من أكثر من 10 سنوات، وهم دا أستخدمها يا كيف شهر أو أقل، وأقوم بحفظ المعلومات. مثل دا تشوفون اللغات راح تبين اللغة العربية واللغة الإنجليزية مبينة هنا. هسه نجي على المعروفون، نقوم بضع المعروفين اللي هو الريفرنس. نقوم بإدخال اسم، مثلا الشخص إنه هو شلون مديرك السابق، المكان اللي كنتي تشتغلين بيه قبل. المسمى الوظيفي كان مدير. اسم الشركة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني إذا موجود البريد الإلكتروني همينة تكتبونه. فكذا هذا هو اللي هو المعروفون، يعني الأشخاص اللي كنتوا تعملون وياهم سابقا كمديرك أو سوبرفايزر مالتك المشرف عليك. تمام، حفظنا المعلومات، فراح يطلع لنا هنا المعروفون. هذا مهم جدا، أكو شركات وأكو منظمات يطالبون بهذا، لازم يكون موجود بالسي في مالتكم. عندك العضويات، إذا أنت كنت عضو في منظمة أو عضو في مجلس أو عضو في شركة تكتب عضويتك هنا. أنا كعضوية ما عندي عضوية، بس راح أشوفكم هنا شلون المعلومات اللي موجودة. مثلا المؤسسة اللي أنت بيها عضو تكتبها هنا السنة، الإدخال معلومات من ضمن متى أنت عضو. أما العضو والدور إنه أنت هناك شنو كموظف كمدير كأي شي تكتب. تمام. آخر مقطع في إنشاء السيرة الذاتية، هنا هو إرفاق الملف الأصلي للسيرة الذاتية. من هنا مكتوب تحميل السيرة الذاتية كملف مرفق. إذا موجود أنت عندك السيرة الذاتية مالتك أوريدي موجودة وعندك بالحاسوب مالتك، تضغط من هنا راح يطلع لك منه هذا الملف. فمن هنا خلصنا السي في مالتنا كله واضح والمعلومات كلها موجودة.